السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكرباج. لكن النهاردة الحقيقة هنخرج بره نطاق كرة القدم، وهنتكلم في حاجة. يعني أنا شايف إن هي ظاهرة في الفترة الأخيرة، وهي ظاهرة يعني غريبة غريبة فعلا. يعني غريبة إن تلاقي شخص بيدعي إن هو مسلم وبينتقد بشكل غريب جدا، مش في الإسلام، في ثوابت كمان الإسلام. الحقيقة قبل ما أخش في الموضوع بتاعنا، أنا عايز الأول أتكلم عن أبو جهل. آه، سبحان الله. يعني لما تلاقي القرآن الكريم دايما بيجيب أبو جهل، هو أبو جهل، ما قالش اسمه. واللي ما يعرفش، هو عمرو بن هشام. يعني أبو جهل اسمه عمرو بن هشام. النهاردة احنا هنتكلم عن أبو جهل، ولكن أبو جهل هذا العصر، أبو جهل الجديد، أبو جهل في ثوبه الجديد. أبو جهل هو لابس حمالة ونضارة ومربي شنبه وعامل فيها مستخبي، واحنا كده مش هنعرف ان هو ده أبو جهل. النهاردة هنتكلم عن إبراهيم عيسى، بدون ما نخش بقى في مواضيع وبدون مقدمات. قبل ما نخش في الكلام يعني في الموضوع، أحب بس الناس اللي هتتابعني يكونوا عارفين ان انا لا ازهري ولا متدين ولا اي حاجه من الحاجات دي. انا شخص عادي جدا، مسلم عادي جدا. استفزني الكلام اللي بيتقال، واستفزتني الصراحه اطروحات ابراهيم عيسى وتاليفاته، وهطلع ارد عليه. يعني مش منطلق بقى ديني خالص، يعني المنتظر بقى يسمع ان انا هستشهد بقى بالاحاديث وبالايات والكلام ده، لا خالص. الكلام ده يقولوا ناس متخصصه وموجود، وفي من افهمه كثيرا يعني. لكن انا هرد كانسان بسيط جدا. آه، واعتقد ان في زي كتير يعني. اولا ابراهيم عيسى اتكلم عن الاذان، ولما جه يكلمنا عن الاذان الحقيقه عشان هو بحملاته دي فدمه خفيف وخفيف الظل قوي، فاستشهد لنا كده بقصه جميله جدا يعني. لما هتيجي تفصص القصه دي حته حته، الاول القصه سريعا ان هو كان في ميكروفون في البلكونه عنده. اللي ما يعرفهاش يعني، كان في ميكروفون في البلكونه عنده صوته مزعج جدا، وكل ما الاذان بيدن بيقوم بيتنفض والتلاجة بتتهز والغسالة بتشتغل لوحدها والكلام الطبيعي ده. فطبعا كان عايز يقول للبواب يعني شيل الميكروفون، ورايح بقى بيكلم البواب وهو خايف بقى يفتكره. هو بيقول كده خايف ان البواب يعني يفتكره شايف نفسه احسن من صاحبه البواب اللي بيأذن. يعني بص هنا بقى ايه الكلام اللي بين السطور. يعني هو لازم اللي يكون بيأذن يكون صاحبه البواب، دي اول حاجة. ومهم ايه قال له، والنبي شيل الميكروفون مش عارف، قال له ماشي خلاص، ومشي راح شغله. رجع فلقى راجل بيقابله، قال بقى اكيد ما شالش الميكروفون. لا، الراجل قال له يا باشا خلاص تمام ومية مية. طب حطيت الميكروفون شلتوه بجد، حطيته فين؟ قال له عند في بلكونه الاستاذ بطرس اللي قدامك. طبعا ابراهيم عيسى رجع لك انا طبعا متاكد الاستاذ بطرس هيسيب الشقه ومش عارف ايه. هو طبعا يعني لما تيجي تاخد القصه اللذيذه اللطيفه من شخص لذيذ لطيف زي ده، يعني المفروض الاول تضحك، يعني تاخدها فاهم انت، اللي هو بجد الله. لما نيجي بقى نتكلم بجد، الحقيقة في ناس بتأذن الصراحة صوتها وحش. صوتها وحش ومزعج، وده ما يصحش. لكن هو ما قالش كده خالص، هو في قصته ما قالش كده خالص على فكرة. ما ذكرش ابدا ان المؤذن كان صوته وحش، او هو متضايق عشان صوته عالي زيادة عن اللزوم. هو ما قالش الحاجات دي خالص. هو قال ان هو بيتنفض وبيتفزع ومش عارف ايه من مجرد صوت الاذان. هو ما حددش بقى الصوت عالي ولا واطي ولا الكلام ده. وقال لك ان سيدنا بلال لما كان بيأذن ما كانش بيأذن بميكروفون. ويفهموا بقى يا مسلمين ميكروفون ايه. لا، سيدنا بلال لما كان بيأذن ما كانش بيأذن بميكروفون. طبعا يعني المفروض تقول له كير 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 كير. سيدنا بلال لما كان بيأذن يا ابو حمالة كان بيأذن زمان قوي. طبعا بغض النظر يعني ان هم ما كانوش اخترعوا الميكروفون، وده طبيعي ومعروف. لكن كانت الناس حضرتك قليلة جدا. يعني انت لما تتفرج كده تسمع الاعداد بتاعت الفتوحات الاسلامية، هتلاقي كان في 1000 واحيانا بيبقوا اقل من كده.
فانت متخيل لما مثلا حملة عسكرية يكون فيها 1000، ال1000 دي بيبقوا واخدين كل الرجال اللي يقدروا يحاربوا في العصر ده. يعني مثلا دول عايشين في مجتمع لا يتعدى 2000 ونص 3000. طبعا 2000 ونص 3000 دول لو دخلتهم دلوقتي في استاد القاهرة مش هيبانوا. فلما كان بيطلع المؤذن يطلع يقف على التلة ولا مكان عالي عشان يؤذن، كان الناس بتسمعه، ويعني اللي بيسمعه بيرد وراه عشان اللي ابعد يسمعه. ده اللي انت بقى ايه يعني، ما اعرفش بقى انت تعرف الكلام ده ولا لا. فطبيعي ساعتها ان هو ما كانش بيقول بميكروفون، وتاكد ان لو كان في ساعتها ميكروفون كان هيأذن بميكروفون. برضو دخل طبعا مش هتكلم بقى على التخبيط اللي هو خبطه بقى في سيدنا ابو بكر والكلام ده. جه بعد كده قال لك الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج يا جماعه ما حصلش. اسراء ايه؟ الكلام ده وهم بتضحكوا بيه على عقولكم. انا مش عارف مين اللي بيضحك بيه، بس هو بيقول كده يعني بتضحكوا بيه على عقولكم. اسراء ما حصلش، ومعراج ما حصلش، الكلام ده ما حصلش، الكلام ده وهم. بعديها بكام يوم لما تقريبا اتسك بقى لان كده الافوره ايه وسعت منه جامد، رجع وقال نحن لم ننكر ولن ننكر الاسراء المعراج. طب انت يعني انا دلوقتي راجل عايز اصدقك، انا عايز اصدقك. هو يعني انت بتنكر ولا هي وهم؟ يعني انا اسمع انهي ابراهيم عيسى فيهم، مين فيهم اللي اصدقه؟ ما هو انت بتيجي تقول الشيء وجيت قلت عكسه. ما علينا عشان ما اطولش عليكم. ابراهيم عيسى برضو اتكلم عن شيخ الاسلام ابن تيمية، وقال ابن تيمية ان في مغالطات وابن تيمية ازاي يعني وابن تيمية عاملينهن اله. وابن تيمية هو مين قال لك ان ابن تيمية اله؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، مين قال لك ان ابن تيمية ما بيغلطش؟ او مين قال لك مثلا ان هو ممكن ما يغلطش؟ ما هو مش معصوم على فكرة. يعني هو ابن تيمية راجل مجتهد، اجتهد اجتهد وقدم لك شيء. انت بقى المفروض كمفكر تاخد اللي انت شايفه او اللي اجمع عليه العلماء. طبعا العلماء مش انت، لان انت مش من العلماء خالص، ده لسه هنيجي الموضوع ده بعدين. فايه، ناخد اللي اجمع عليه العلماء بعد ما قعدوا ودرسوا لان هم يعني ناس متخصصة. مش ناس بتطلع تهفلط كده في الكلام، لا ناس متخصصة. فلما اجمعوا احنا نعرف بقى ده صحيح ده مش صحيح. صحيح مسلم الكلام ده صحيح، الكلام ده مش صحيح، بناء على ده. مش بناء عليك انت، لكن ان انت تطلع مثلا تقول ما هو ما فيش مسلم قال ان ابن تيمية معصوم من الخطأ. دي انا عمري في حياتي ما سمعتها اطلاقا يعني. تخش بقى بعد كده كل ده بيجي تحت مظلة كده هم عاملينها الشخصيات البذيئة دي، اسمها تحديث الخطاب الديني. احنا عايزين نحدث الخطاب الديني. طيب يا سيدي، انا راجل مسلم على قد جدا يعني، على قد بجد، مش يعني مش بقول كده تواضعا مني، لا انا فعلا راجل مسلم على قدي، ومعلوماتي على قدي، وتديني على قدي خالص يعني، يا دوب بعرف اصلي ربنا يثبتني مثلا. لكن لما اجي اخد انا الكلام بقى، انت عايز تحدث الخطاب الديني اكيد مش هاخده من ابراهيم عيسى. يعني انت ليه اصلا بتتكلم في الدين؟ يعني انت بتطلع تتكلم في الدين بصفتك ايه؟ يعني انا عايز افهم. انا طالع ارد عليك وانا قاصد ان انا ما اكونش راجل فقيه في الدين، عشان افهمك ان انت راجل اجنده، راجل عندك فكره مدفوع لك عليها عشان تنفذها. وانا بقى بطلع اقول لك ان انت فاشل ومش عارف تنفذها. لان طالما الراجل الضعيف اللي زي اللي هو مش متمسك بدينه قوي، على قده جدا، بيحاول ان هو يتشعبط بس كده، فاهم؟ مش مقتنع اصلا بكلامك، وشايف ان انت طالع بتطلع تهرتل علينا. فانت هتقنع مين؟ يعني هتقنع مثلا الازهريين، الناس المتخصصه؟ هتقنع شيخ مثلا؟ هتقنع ناس دارسه ومتخصصه وعايشه جوه القصه دي؟ انت هتقنع مين؟ فانت واللي دافع لك فاشل، اللي دافع لك فاشل لانه بيعتمد على واحد فاشل زيك. طبعا في النهايه يعني الناس اللي زي دي في مجتمعنا جرثومه والله العظيم. وانا تعمدت ان اطلع اتكلم لان انا شايف ان صوتي امانه. طالما انا عندي قناه لو بيتابعني 3 بس، انا صوتي ان انا اطلع اقول ان الراجل ده راجل بذيء، ولا ليه علاقه بالاسلام على فكره. يعني هو بيدعي ان هو مسلم، وانا بقول هو بيدعي ان هو مسلم لكن هو مش مسلم، ولا ليه علاقه بالاسلام. اسلام ايه يعني؟ انت لو مسلم
تبقى مسلم. اسلام بقى غير اسلامنا خالص. الاسلام بقى الوسط انت بتقتنع بيه يا سيدي، اقتنع بيه. لكن طالما انت راجل مش متخصص، ما تطلعش انت بقى تبوع عليا الكلام دوت. يعني الهرتله اللي انت بتهرتلها دي، يعني تبقى قاعد طول الليل كده ما اعرفش قاعد بتعمل ايه، فيجي لك افكار كده. ما هو كل بني ادم بيجي له افكار على فكره خارج المألوف، ده طبيعي يعني. لكن اللي مش طبيعي بقى ان انت تطلع عايز تقنعني انا بيها. في الاخر طبعا برضو السيد ابراهيم بيتكلم يعني استغفر الله العظيم يا رب، الواحد برضو مش عايز يعني مش عايز يغلط. لكن انت طالما انت راجل ملحد او انت مش مقتنع بالفكره، مثلا فكره ان انت تبقى مسلم، دي حاجه بتاعتك. لكن ان انت تطلع تقول ان انا مسلم، طب ايه يعني مسلم ازاي؟ انت اصلا طالع بتضرب في الشيوخ والناس اللي هم علماء الدين، ومفيش علم ومفيش الكلام ده، والناس دي كلها دجالين. وخد إيه قرآن وامشي ورا القرآن. عارف انت الستايل الناس اللي هي التعبانة دي. طب ماشي، انا هسمع كلامك. هتصلي ايه؟ وهتصلي ازاي؟ يعني الصلاة دي انت عرفتها منين؟ طلعها لي كده في القرآن مكتوبة فين؟ ما هو ده كلام الناس اللي بتهفلط. يعني انت طالع تهفلط، فمش عارف حتى تهفلط على واحد غلبان زيي، فما بالك بقى بالناس اللي هم عندهم علم بالشيء. لما يطلع واحد يعني شيخ زي يعني اي شيخ بيطلع يمسح بيك المكان اللي انت قاعد فيه. انت نفسك لا تجرؤ ابدا ان انت تخش مناظرة مع واحد عالم، لان انت عارف هيعمل معاك ايه. وفي الاخر يعني هو ما حدش طلب منك ان انت يعني تصدق ابن تيمية، تقتنع بصحيح مسلم، تقتنع بفلان. يعني ملناش علاقة، انت اعمل اللي انت عايزه. لكن اللي احنا لينا علاقة بيه ان انت يعني تلزم ادبك وانت بتتكلم على الاسلام وعلى الصحابة وعلى التابعين. تلزم ادبك وانت بتتكلم على الناس اللي قضت حياتها يعني وعمرها في ان هي تفكر عشان تضيف للاسلام دوت. امثال الشيخ ابن تيميه وغيره، وابن حنبل وابو حنيفه، الناس اللي انت كلها بتطلع تتكلم عليهم. وشوف نفسك انت بقى، انت كابراهيم عيسى، انت مين؟ الناس دي عاشت الاف السنين. انت بقى مين؟ انت فاكر ان انت هتعيش 100 سنة بالفيلمين اللي عملتهم من ملحد ولا الضيف والافلام الفاكسة اللي برضو بتناقش نفس القصة الفاشلة بتاعتك؟ هل انت متخيل انت مين اصلا عشان تطلع تتكلم عن الناس دي؟ انا مش بكلمك على الصحابة، ومش انا بكلمك على ناس تانية اقل من الناس دي بكتير. لكن انت بالنسبة لهم صفر على الشمال. في الاخر يعني اتمنى ما اكونش وجعت دماغكم، لكن الحقيقة الموضوع كان مضايقني. واتمنى يعني ان احنا نفعل بقى هاشتاج اسمه ابو جهل العصر الحديث، لان فعلا هذا الشخص فعلا يستحق ان يكون لقبه ابو جهل ابو حمالة.